النهارده بقى يا جماعه عملت مقرمشات جميله جدا. عملت بالمكرونه وعملت شيبسي وعملت فشار، حاجه حلوه جدا تسالي. طب تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. طبعا انتوا عارفين الشتاء اللي هو ايه، ما بحبش اللي انت تتحركي كتير. يعني بحب اللي انت تدنك ايه، احسن حاجه اللي انت تدنك قاعده في البيت تحت البطانيه او اللحاف زي ما انت حابه. تمام. حبيت ان انا اعمل حاجه تخلينا نحب الشتاء اكتر، يعني حاجه تسالي. هي ايه يا نجوى؟ هتعملي ايه؟ تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. احنا معانا مكرونه ومعانا ذره ومعانا بطاطس. حيرتينا يا نجوى، هتعملي ايه بالثلاثه دول؟ هقول لكم انا هعمل ايه. اول حاجه، انا معايا 4 حبات من البطاطس وهقطع وهعملها كده زي الشيبسي. انا ما عنديش مكنه شيبسي. طب هنقعد؟ لا مش هنقعد. هنقطع البطاطس بتاعتنا رقات بسيطه خالص زي الشيبسي. تمام. اول حاجه هعملها معاكم، هتشوفوا كل حاجه وهتحبوا تعملوها، وهتقوموا دلوقتي تعملوها. ليه؟ هي موجوده في كل بيت. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. وهي البطاطسايه بقى بتاعتي اخر واحده. عملت كل البطاطس اللي 4 حبات بطاطس بنفس الطريقه. شايفين؟ هتبقى احسن من اللي احنا بنشتريه من بره 100 مره. طبعا انت مش شرط اللي انت تعملي مثلا الثلاث حاجات، ممكن تعملي حاجه واحده بس من الثلاثه. بس انت هتشوفوا معايا الفيديو للاخر وهيعجبكم، بدل ما نضلنا بقى قاعدين حاطين وشنا في وش التليفون. اهو انا عملت بقى البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وغسلتها تاني وروقت عليها كده. هعمل لها بقى ايه، معلقه كده صغيره من الملح، وهحط بقى ايه شويه خل كده، يعني ايه زي ربع كوبايه كده من الخل. تمام، بخليها ناشفه وحلو. وهسيبها بقى لمدة نص ساعة في المنقوع ده، المحلول ده. انا جبت حلة وحطيت فيها مية وعشان اسلق المكرونة بتاعتي. المكرونة بتاعتي بقى ايه، قلم زي ما انتوا شايفين، وكوبايتين بس من المكرونة. حابة تقللي براحتك، حابة إيه يعني تكتري براحتك. هنحط شوية كده صغيرين من الملح، معلقة ملح. تمام. ونسيب بقى المكرونة بتاعتنا تتسلق كده. بقى يا جماعة المكرونة بتاعتي اهي استوت معايا وبقت تمام اهو. كده بقى انا عايزاها سوا كاملة اهيت. هطلعها بقى كده. بقى شايفين المكرونة؟ انا بعد ما حطيتها يعني صفيتها من المية بتاعتها، قمت واخداها عند الحنفية كده مديها صدمة، وجبتها زي ما انتوا شايفين اهيت، يعني مستوية وتمام اهي. انا عايزاها تكون مستوية كده. حطيتها بقى على صينية عشان تبقى مفردة كده، واديتها صدمة تحت المية الحنفية، المية الساقعة اديتها صدمة معايا كده. طبعا فجبت الصينية ديت وفردتها كده زي ما انتوا شايفين عشان ما تلزقش. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. التصوير بقى ده انا جبت الصينية دي يا جماعة، ده انا اللي كنت بصور لنفسي. ياسر كان بيجيب لي حاجة من بره، فانا قلت ايه يعني اجرب كده اصور لنفسي. طبعا انا كده زي ما انتوا شايفين فردت المكرونة بتاعتي على الصينية. هنزل بقى بمعلقتين 3 من الدقيق كده اهوت على المكرونة، وهقلبهم في بعض اهو. ما تكتريش بقى دقيق عشان ما يعني ايه مش تتعجن معاكي. معلقتين 3 كده دقيق. تعالوا بقى هنشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. دي حاجة غويطة وحطيت فيها كوباية زيت، وهنزل بقى بالمكرونة بتاعتي واحدة بواحد اهو. انزل كده بقى بالكمية حلوة، يعني كمية حلوة من المكرونة. شايفين هي ساعة ما بتقب كده لفوق يا جماعة، تديها بقى اللون الأحمر الحلو الذهبي الحلو ده. ما نكترش عشان مش تتعجن في بعضها، يعني ايه واحدة بواحدة كده. هخلص بقى بقية الكمية وارجع لكم. طلعت بقى المقرمشات بتاعتي المكرونة. شايفين الصوت حلو قوي، احسن من اللي احنا يعني احسن من المقرمشات اللي بتيجي من بره. ودلوقتي انت هتوفري كتير. هعمل لها بقى تتبيله. تمام. هحط شويه كده، يعني شايفين ربع معلقه من تتبيله الكبس. انا حابه ان انا احطها ربع معلقه من البابريك، ومعايا
هي وقعت اهي، اتدلقت لوحدها. شويه كده برضو ربع معلقه من الكركم، شويه صغيرين من الكمون، ربع معلقه من الفلفل الاسود وده اختياري، وربع معلقه من الشطه. تمام، هقلب كده اهو. طبعا انت هتقولوا لي مش حطيتي ملح، هحط اهو، واعملوا حساب ان انا حاطه ملح في المكرونه نص معلقه كده. كويس معايا التتبيله ديت للمكرونه، المقرمشات بتاعه المكرونه. بعد بقى ما خلصت المكرونه بتاعه المقرمشات هنزل بقى بالبطاطس هحمرها واحده بواحده كده علشان تبقى كويسه معاكم، يعني مش تتماسك في بعضها، يعني واحده بواحده. ممكن تغطي برضه، شايفه؟ وكل ما تعملي في حاجه تكون غويطه وفيها الزيت كتير احسن. هاخد بقى من التتبيله اللي انا عاملاها وهنزل على المكرونه بتاعتي. زي ما انا قلتلك الشطه دي اختياري براحتك اهو. وهقلب كده بالراحه كده، وعملنا احلى مقرمشات في البيت. ولا نجيب بقى ولا مواد حافظه ولا نقعد قدام التليفون ياخدنا من بعض كده، لا احنا هنعمل حاجات نتسلى فيها. شايفين بقى الشيبس بتاعي؟ والله احسن من اللي بيجي من بره، وانا ما عملتش فيه اي حاجه، شويه ملح وشويه خل اهو. هاخد بقى من التتبيله بتاعه البطاطس، جبت كيس من تتبيله البطاطس وهحطها عليها وهقلبها كده. عملها الفشار، انا جبت الحله ديت وحطيت فيها شويه من الزيت. فايض عندي زيت قد ايه يا جماعه، انا عايزه بس اوريكم. يعني انا حمرت البطاطس وعملت المكرونه وفايض عندي زيت كتير. هنزل بقى كميه الذره دي اللي انت محتاجاها اللي انت عايزاه. انا نازله بكل اللي انا حطيته، يعني ايه، ب10 جنيه كده. تمام، هحط عليها معلقه كده من تتبيله البطاطس وشويه من البابريكا وشويه كده صغيرين من الملح، يعني ايه زي نص معلقه كده من الملح. وقلبي كده اهوت، وغطي بسرعه قبل ما ايه، عشان انت لو ما غطيتيش مش هتلاقي ولا حبايه في الحله، فاحنا لازم نغطي. انا بس عايزه اسمعكم صوت الطشطشه، واحنا بقى كل شويه بنهزها كده عشان ما فيش حاجه تلزق تحت. سامعين؟ طبعا انا لو كشفت الحله مش هنلاقي ولا حبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ يعني عملنا، طبعا انتوا لو هنجيب دي الكميه من بره دي انتوا عارفين ما كلفتناش حاجه، كل الوقت اللي احنا عملناه مع ده كله مش كلفنا اي حاجه. هنحط هنا بقى في الطبق بتاعنا اهوت، وهوريكم لسه فاضل قد ايه. يا بسم الله ما شاء الله منظر شكله حلو قوي بجد. وفايده الليل، يعني عندنا بقى طول الليل بياكلوا منه، طول ما هم قاعدين كده سهرانين بياكلوا. التتبيله اللي انا حطيتها على الفشار مخليه طعمه روعه بجد، احسن ما والله من اللي انت بتجيبيه من بره. الشيبس بتاعي سامعين اهو، طعمه جميل بصراحه. قاعدين يلقطوا هيخلصوا لي الحاجه قبل ما اختم الفيديو. الحاجه طعمها حلو قوي. وانا جبت صينيه، اكبر صينيه عندي كده، وحطيت عليها. وطبعا لسه عندي حله فشار، شايفين اهي. الكميه حلوه جدا والطريقه حلوه وما خدتش وقت مننا، خدت وقت نص ساعه مثلا، بس كل حاجه عملتها في البيت وصحيا جدا لولادي. تمام، وادي بقى الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.